وانهاجسي من نفسي الجريحة، من التأزم ماتت القريحة، لا انت قد ينفع ولا نصيحة، من يستمع جعبر يقول ثرثا. طال المرض وزادت الحرارة، من القرع حلقي قد مرارة، الكيل فاض بانت الإشارة، ما فيش رخيص غير الصحف والأخبار. تمضي بنا أزمة وتاتي أزمة، وعاصفة تعصف بدون رحمة، يا بنكنا الدولي عليك لعنة، أنت المسبب للغلاء والأسعار. قالوا ديمقراطية الصحافة والرأي والإعلام والثقافة، وفي الحقيقة كلها جرافة، قلة حياة مشاتمة وعرعار. وطالما والحريات متاحة للنقد والتعبير بالصراحة، فهذا رأيي والصراحة راحة، فهات رأيك يا سليم الأفكار. وعالج الأوضاع والمشاكل بشرط لا تكذب ولا تجامل، ثم استعد للسب والبهاذل أو ضم لقفك مثل لقف جعبار. وماذا عساها تنفع القصائد، قد ملت الأقلام والجرائد، من المقالة من أديب وناقد، كم عبروا في نثرهم والأشعار. لا فائدة من الكلام شبعنا، كم انتقد من غيرنا سمعنا، واصبح كلام كله بغير معنى، وهل يسمع الأصناج وعزف الأوتار. ماذا أقول والفؤاد حائر، والسعر في جو السماء طائر، الكيل فاض وعمت المخاطر، إلى متى هذا القشع والأخطار. صبري نفد وزاد بي همومي، ولا دريت منه الذي غريمي، وكل يوم نسمع قرار حكومي لتطبيق القانون وخفض الأسعار. نسمع قرار في الليل من الإذاعة، وفي الصباح تختفي البضاعة. زاد القرار في السعر ارتفاعا، ما زادنا إلا ضرر وإضرار. بالله يكفينا من القوانين، أصبحنا نتخبط كما المجانين. يا رحمتي رحمة على المساكين، أما الكبار فرزقهم ميسر. تقابل المسؤول معه عمائر، وعنده سيارات نوع فاخر، وفي العقارة والبنوك متاجر، رصيده في الخارج جنيه ودولار. أهم شيء يكون رئيس إدارة، والختم في جيبه حق الوزارة، يحرص عليه من الضياع في داره، أما المعاش يقنع بما تيسر. عارف بأن الكنز في القناعة، من هذه الحكمة أخذ وراعة. أما الدوام يكفيه نصف ساعة، توقيع حضور وانصراف وإدبار، وبقية الأوقات يقوم زيارة، يراقب العمران والتجارة. أفهم كلامي وازهد العبارة، افهم ولا ينبيك مثل جعبار. فكم تجد مسؤول معاشه 2000 ولا 3000، وبعد سنتين تجد معه 5 شبح وقصرين، وكل قصر يبلغ 8 أدوار، إضافة إلى 3 وكالات لمركز التسويق في الإمارات، والصيرفة ومكتب العقارات، وورشة للسمكرة وبنشار. ولا يجد من يردعه يقول له هذه المبالغ من فين أقله. وفوق ذاك ورغم هذا كله، قد كافأوه بأوسمة وإفقار، سارق وأعطوا له سام وحده مكافأة على النشاط وجهده. أين القضاء يأمر بقطع يده حتى يكون عبرة لمن تعبر؟ لكنهم قد ألبسوه سامات وطقمين جنود تصرف لهم معاشات، وترقية عليا وامتيازات، ومركب مريح فاخر وكرسي دوار. وأنا أعرفه بالأمس كان سواق، كيف استطاع يرقى وكيف تفوق؟ في أي توجه معنوي تعمق، علامة استفهام تحير أفكار. نريد نعرف ما السبب ونفهم من أن تخرج أو في أن تعلم، من الذي رقاه إلى مقدم بلا انتظام ولا دخل معسكر. أما الجواب في غاية البساطة، بالمال بالرشوة وبالوساطة. أفهم كلامي واترك العباطة، فالمال يسهل كل ما تعسر. بالمال وحده تبلغ السعادة، وما سواه ما فيش معك إفادة، ولو تكون حاصل على شهادة محمدة طولها 3 أمتار. الداء والرشوة وكل علة قد أصبحت بالأنظمة مخلة، وفي الحديث عندك الأدلة، وخذ من التعليم دروس وأخبار. فكم تجد طالب فقير مواظب على الحضور وابن العميد غايب، وفي الأخير يأتي النشيط راسب، والغايب المهمل نجح وغشار. إيش السبب وما هو المدلل؟ في الامتحان ينجح بليد ومهمل، والمجتهد راسب وإلا مكمل، وهو الذي ما قط يوم تأخر. هذا السؤال مطروح للإجابة على المدير ولجنة الرقابة، يجيب عليه جعبار بالنيابة، وخذ من الهاتف خبر وأسرار. تلقى الجواب ألو ألو مبارك، قال له معك أهلا وكيف حالك؟ قال له أنا مرتاح وخلي بالك وأجتهد مع الولد من الصار. أصله كما تعرف بليد وجاهل، وقد تغيب عن كثير مسائل، وساعده يطلع من الأوائل، وخذ ما تريد مني بدون قصار. قال المدير مستعد حاضر،
أما الولد هو مجتهد وشاطر، وترى المقل عندك بعد باكر بعد الدوام سأتي بلا تأخار، من شان موضوعي مع العواضي، أضغط عليه يرجع لي الأراضي. قال ذا بسيط راضي أو غير راضي برسل عليه طقما جنود وعسكر. قال له خلاص وأنا ولا يهمك أن النجاح يكون حليف ابنك، سوف تجدني عند حسن ظنك. وهكذا يأتي نجاح من الصار. وقس على ذلك بدون أتعاب لتعرف الأزمة وكل الأسباب. والمسألة أن الضمير قد غاب، ما فيش نظام ولا عمل بمعيار. أما الغلا فلا حرج وحدث، لا تعرف المخنوث من المخنث. ما تري التقابل المكرث، ينفخ يقول سيدي غلاء دولار. طيب وش دخل الدولار في الطماطيس والبامية والبقل والبسابيس؟ أم أنها تزرع هناك في باريس؟ ما فيش لنا عملة كمثل الأقطار. وكل يوم السعر فيه تعالي، وقيمة الدولار قالوا غالي. يا ويحهم قد ميتوا ريالي، والشمس تشرق كل يوم بأسعار. وأصبح الدولار شغل شاغل، حديث في الأسمار والمقائل. حتى الرغيف أصبح مريض ناحل من باطل الدولار وفعل الأشرار. سماسرة من مرتشي وراشي، مثل القرد في الأرض كبشواشي. ومن دفع قد خلصوه ماشي، ومن عجز عرض النقير قرقر.